واحدة تأتيك آية أخرى. لو خرجت عن الموضوع قليلا، واحد صاحب فكر من هالفكر هذا بيقول لك أنا لا أخذ لا بقول الشافعي ولا مالك ولا أبي حنيفة ولا أحمد بن حنبل، هم رجال ونحن رجال. على راسي يا أخي. قلت له لو أن الإمام صلى قاعدا فماذا يجب على المقتدي أن يفعل؟ يصلي قاعدا أم قائما؟ اللي يصلي قائما. قلت له وإن ثبت في صحيح البخاري أنه يصلي قاعدا؟ قال أتوب إلى الله، أرجع إلى الصواب. قلت له جاء في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. قال لي أنا غلطان. قلت له بدي أعيد عليك السؤال. إذا صلى الإمام قاعدا فكيف يصلي المقتدي معه؟ قال لي قاعدا. قلت له متأكد؟ الحديث صحيح البخاري. قلت له وإن ثبت في صحيح البخاري عكس ذلك؟ قال لي كيف؟ كان آخر عهد النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري صلى قاعدا والصحب خلفه قياما والفعل ناسخ للقول. قال لي والله يا أخي أنا ما أعلم. قلت له إذن كيف نحكم على الناس من خلال حديث حفظناه؟ هلا أرجعنا الأمر إلى أهله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولكن عليك أن تعلم من هم أهل الذكر. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. اجمع لي بين آيتين في كتاب الله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إنك لا تهدي من أحببت. أثبت ونفى، أيهما الأصح؟ التنتين صحيحان. الأولى إنك لا تهدي من أحببت أي لا تخلق الهداية في قلبه. إنك لتهدي إلى صراط مستقيم من حيث السبب دلالي، أنا أدلك دلالة هديتك، ولكن أنا لا أخلق في قلبك الهداية. هناك سبب وهناك أثر، فالمؤثر من هو؟ ومن حيث السبب النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، الحديث الشريف الذي يستدلون به دائما وأبدا إذا سألت وإذا استعنت فاستعن بالله. خلاص. اجي واحد بده يناقشني في بعض هذه المسائل، قال لي أريد أن أسألك. قلت له من المنطلق الذي تنطلق منه أنت مبتدع فاسق مرتد. ليه؟ قلت له إذا سألت فاسأل الله. ليش عم تسألني إلي؟ قلت له إذا سألت فاسأل الله. أنت ليش عم تسألني الآن يا أخي؟ قال ليس المقصود هكذا. قلت له إذا بدأنا بالتأويل.